كنت أعاني من فيروس البي، اكتشفته عن طريق التبرع بالدم. أصريت أنا طبعا على أنه أكون أنا المتبرع، وكنت بالعكس مبسوط جدا، يعني ما كنت لا متضايق ولا شيء. قالوا لي يعني مريت في حالة خلاص يعني تلفت عندي الكلب. وقال إن الرئتين تالفة. أول شيء جاتني يتألمني رجلي، وكنت أشتكي من أبوي ورحت للمستشفى وقالوا عندك الصفائح نزلت والدم ناقص عندك. خلاص هنا وقفت، يعني ما أقدر أطلع وأروح المدرسة، خلاص كنت محبوس في البيت. هذا الغسيل عورني وأنا كلني أبكي منه عشان يفكون اللياك. وفضل من الله صار علي الاختيار أنا إني أتبرع له بالكلية. جلست تقريبا سنة، بعد ذلك قرر علي بزرع عملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي. والله حياة يعني انتكست، من أول كنت مرتاح ويعني حتى نفسياتي مرتفعة، بس من بعد اكتشفت أن الفيروس فيني، وحتى أثاره صار علي، صار جسمي هزيل. يعني بصراحة حياتي كانت يعني يأست فيه، يعني حدي تعبت حيل. صار معي يعني ضيق في النفس شديد مرة. طبعا راجعت مستشفى التخصصي دكتور بازار باشا وقتها، وقال إن الرئتين تالفة ويحتاج لها زراعة. وكلني أنا في الغسيل كلني كعبال ما أروح للمدرسة وأنا على الغسيل هذا بس. هناك حالتان تجعلان فريق عمل تنسيق نقل الأعضاء محبط وحزين، وهي عندما نصل للمتبرع ويكون في حالة سيئة لا نستطيع معها أخذ العضو منه، والحالة الثانية هي عندما نصل إلى المريض ونجده قد فارق الحياة. هذه الحالتين تجعلنا حزينون جدا لأننا فقدنا فرصة لإنقاذ حياة هذا الإنسان. شرحوا لي الأطباء جزاهم الله خير عن إذا كان في أي مخاطر، والحمد ما كان فيها أي مخاطر، يعني إن شاء الله كلها بسيطة. قال أبشرك ترى في عضو تحصل في دولة الكويت من متوفي دماغيا. ما أخفيك بداية لما قالوا لي إنه قضية إنه والله هاني حيتبرع بالكلية، هذا الأمر يعني خلى الواحد يدخل في دوامة، إنه برضه هاني يعني متزوج وعنده عيال، وهل هو حيعيش بكلية واحدة، وهل عملية الكلية الواحدة هذه حتى يعني حيقدر يستمر عايش فيها بشكل طبيعي، أو إنه حيدخل كمان في مشاكل صحية ثانية. دخلت عن طريق الطوارئ، في نفس الوقت هذا يوم الثلاثاء كان الدكتور محمد السبيل متواجد في المستشفى، فطلب من أحد الأخوان أن يتصل على ابن عمي عشان لكي يتبرع، ولا ننتظر للأشعة الأخيرة، وذلك لسوء حالتي. كل دقيت عليه، حتى أخوي اللي مسافر يدرس دقيت عليه، خبرت، فرحان من الفرح. ما حد ما دقيت عليه وحسسته وفرحته وياه. أول ما صحيت البنج أنا كأني توني مولود، سبحان الله، توني مولود، يعني من ناحية بداية الكلام، بداية الحركة، كأني توني مولود، يمرنوني على الكلام وعلى الحركة وعلى كيف أمسك القلم، كيف أكتب، كيف أتكلم، كيف. التبرع هو عمل نبيل جدا، انك تنقذ حياة انسان عمل نبيل جدا، ولا يمكن يقدره انسان الا يمر بهذه التجربة. اتذكر كنت مرتاح الحمد لله لما جاء بلغني الوالد، ما كان في اشكالية معي، قلت الحمد لله اني برجع زي اول، برجع مثل اخواني والاطفال البقية، والحمد لله.
الحمد لله العملية. الحقيقة بديت أشوف أثر هذا على أخوي سهل، فالحمد لله. فقلت يعني قلت يا ريت إنه ما مر. أنصح ذوي المتوفين دماغيا أن يتبرعون بأجزاء المتوفي كصدقة جارية للمتوفي. تشعر أنك أنقذت حياة إنسان، هذه تكفي. أتذكر قصة حصلت لنا أثناء نقل عضو لمريض، حيث أخذنا العضو من المتبرع وهو مريض كان قد توفي دماغيا، يرقد في مستشفى الحرس الوطني فيما أذكر، وكان يرقد في سرير رقم 13 في العناية المركزة. وبعد أن نقل العضو للمريض وجدناه على نفس السرير، مما أعطانا إحساسا أن الأول قد أعطى الفرصة للحياة للمريض الآخر. يصبروا على العلاجات ويتفاعلوا خير. خلاص يحيون نفس أخرى أحسن من ما يستفاد منه، يعني بدال ده نعوضه في شخص ثاني. في ناس متوفين دماغيا، لكن طبعا حكم من الأهل وما الأهل والرفض الأهل هذه مشكلة معرقلة، فيمدي هذا يموت وهذا شبه يعني فاقد الأمل. أقول له حرام عليك، حرام عليك، أن أخوك من لحم ودمك لازم تتبرع له. أسرة كاملة ممكن أنها تنهار بسبب أنه والله هذا المعيل بالنسبة لهم يعني مريض أو أنه تعبان أو أنه مرحلة علاجه حتاخذ سنوات طويلة. اللي كبرعني الكليكي عطاني كليكه، الله يجزاه خير ويعطي صحته العافية، وإن شاء الله يجزاه ألف خير. الله يجزاه ألف